اليوم سوف نشرح في هذا الفيديو طريقة حجز موعد في القنصلية السورية من أجل استخراج جواز سفر أو موعد تجديد جواز السفر. نكتب في جوجل أو في أي متصفح آخر المركزي القنصلي الإلكتروني، نضغط في الخيار الأول. سوف نضع لكم رابط الموقع في صندوق الوصف لسهولة الدخول للموقع. نضغط عند تسجيل الدخول، نضغط سجل هنا. يجب كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر، ثم نكتب كلمة السر مرة أخرى، ثم يجب كتابة الاسم والكنية اللقب بالأحرف الإنجليزية حصرا، ثم نختار الجنسية، ثم نكتب رقم الوطني، ثم نختار تاريخ الولادة ونضغط على إنشاء الحساب. بعد إنشاء الحساب سوف نتجه إلى تسجيل الدخول. نضغط البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي تم كتابتها منذ قليل، ثم نضغط تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول نضغط على معاملاتي، نضغط على إنشاء معاملة جديدة، نختار المعاملة وهي في الأسفل حجز دور للسفارة، نختارها ثم نضغط الخطوة التالية. هنا نختار اسطنبول لمن موجود في اسطنبول لحجز الموعد، أو في الكويت أو في أي موجود. نحن سوف نختار عمان. الخدمة المتاحة هنا تختار الخدمة التي تريدها، إصدار أو تجديد جواز سفر مستعجل. عدد المعاملة كم شخص، شخص أو شخصين، كم شخص تريد أن تزوج في العائلة، تختار العدد. سوف نختار الموعد، سوف نختار 25 شباط، ثم نختار حفظ ومتابعة. ننتظر قليلا. ثم يمكن من هنا التأكد من المعلومات، ثم نضغط تثبيت. نعم. سوف ننتظر عدة دقائق لكي يتم تحديد الموعد واستخراج وثيقة الموعد. نضغط على تحديث، ثم إصدار الموعد. هنا نضغط على 3 نقاط ثم نختار عرض. ثم ننزل إلى الأسفل ونضغط على نتيجة الحجز، نضغط عليها. سوف يتم تنزيل ملف PDF بالموعد، يمكن طباعته والذهاب إلى القنصلية بهذا الموعد.